الحركة العمالية في أمريكا تتصاعد بشكل مستمر وكأنها عدوى، فالإضرابات العمالية تتزايد مطالبة بتحسين ظروف العمل. وها نحن نرى عمال ستاربكس المنتمين لنقابة عمال متحدون بدأوا إضرابا شاملا من الجمعة 20 من ديسمبر 2024، وشمل مدنا كبرى مثل لوس أنجلوس وشيكاغو وسياتل مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل مع توقعات بامتداده لولايات أخرى. النقابة أعلنت أن الإضرابات قد تطال مئات المقاهي بحلول عشية عيد الميلاد، فالعمال أشاروا لتعرضهم لممارسات اعتبروها غير عادلة، منها الاجتماعات القسرية وفصل الداعمين للنقابة. المفاوضات بين الشركة والنقابة بدأت في أبريل 2024، لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي، ورغم أن ستاربكس قالت إنها عقدت نحو 9 جلسات تفاوضية ووافقت على بعض البنود، فإن النقابة اعتبرت أن الشركة لم تقدم عرضا جادا ورفضت التفاوض بحسن نية. الإضراب يأتي في ذروة موسم الأعياد، ما يزيد الضغط على ستاربكس التي تسعى لاستعادة ثقافة المقهى المجتمعي وسط تحديات مالية. وإلى جانب ستاربكس شهدت شركات كبرى في أمريكا إضرابات عمالية، منها بوينغ وأمازون وعمال السكك الحديدية.